Hazreti Muaviye'nin oğlu Hazreti Yezid'e neden Hazreti Yezid demeliyiz? لماذا نقول على يزيد بن معاوية اللي هو الخليفة الأموي الثاني رحمه الله؟ لماذا يجب أن نقول سيدنا يزيد؟ أولا هم الصحابة الموجودين الأحياء في عهد سيدنا يزيد ماذا كانوا يقولون له؟ يعني أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه كان موجود هنا في اسطنبول، وكان يزيد إمامه، يعني يزيد يصلي إمام وسيدنا أبو أيوب الأنصاري يصلي خلفه. عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهذا كان مرشح للخلافة بديل سيدنا علي ولكن هو رفض. هو كان ينادي يزيد يقول له يا أمير المؤمنين. عبد الله بن عباس وهو صحابي كبير وفقيه، هو ابن عم سيدنا علي، وهو كان يقول ليزيد يا أمير المؤمنين. الصحابي سعيد بن زيد، وهذا من أول 10 أسلموا، وهذا كان متزوج أخت عمر بن الخطاب، وهو الذي أدخل عمر بن الخطاب في الإسلام، وهو حضر غزوة بدر كل الغزوات. كان يقول لسيدنا يزيد يا أمير المؤمنين. فهل يزيد كان أميرا للمؤمنين أم أميرا للفاسقين؟ إن الإساءة ليزيد الإساءة للصحابة، ونحن لا نعدل على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رأوه أميرا للمؤمنين وأيدوه، والصحابة كان أمامهم الحسين رضي الله عنه وأمامهم يزيد رضي الله عنه. الصحابة اختاروا من أميرا للمؤمنين؟ اختاروا يزيد. فهو طالما هو أمير الصحابة هو أمير المؤمنين، فنحن نقول هذا إلى يوم القيامة هو أمير المؤمنين. نحن لن نأخذ بروايات الشيعة. كل فقهاء المسلمين يقولون يزيد أمير المؤمنين. ارجع لموطأ الإمام مالك، كان يأخذ بفتاوى يزيد بن معاوية، والإمام مالك عاش في الدولة العباسية. في مصر الإمام الليث بن سعد، يعني كان الإمام أبو حنيفة في العراق والإمام الليث في مصر. طبعا الإمام الليثي كان ضد الدولة العباسية، لذلك الفقه بتاعه كتب الفقه بتاعته ضاعت. هو يقول هذا الروايات موجودة، يعني يقول في عام 64 هجري توفى أمير المؤمنين يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية رضي الله عنه فتح قنية في الأناضول، قيصرية، حصر القسطنطينية 7 سنوات، فتح أوزبكستان، طاجيكستان، له معارك في أفغانستان وشمال الباكستان، فتح الجزائر، فتح المغرب. هو فاتح إسلامي كبير، وهو تولى الخلافة عمره 34 سنة وقاد الجيوش بنفسه، والصحابة كانوا جنوده. مات يزيد وظلت الدولة بدون خليفة 9 سنوات. لم يقل صحابي واحد كلمة واحدة تسيء ليزيد. الكذابين في الدولة العباسية هم الذين قالوا يزيد يشرب الخمر، وهذه الأكاذيب يعني، لكن لا يوجد شاهدين أن يزيد شرب الخمر. هل كان يشرب يزيد الخمر في بيت أبي سيدنا معاوية؟ الذين قالوا هذا هم المؤرخين الدولة العباسية، وهؤلاء حركات باطنية كما فعلوا مع الدولة العثمانية عندما قالوا في مسلسل السلطان سليمان القانوني كان حياته كلها مع النساء، والسلطان محمد سلطان أحمر، من يشتم السلطان محمد الفاتح هو بيشتم الإسلام. هل أنت وجدت حاقد على الإسلام وكاره للإسلام يمدح في السلطان محمد الفاتح؟ من اللي يشتم يزيد؟ العلمانيين، اليساريين، الشيعة. أنت لن تجد صحابي واحد شتم يزيد. وهؤلاء الصحابة الذين أيدوا يزيد قبل كربلاء وبعد كربلاء هم أنفسهم بعد أن توفى يزيد رضي الله عنه جاء عبد الله بن الزبير وأعلن نفسه خليفة وقال لهم بايعوني خليفة، ورفضوا. منهم من؟ عبد الله بن عباس، وهذا عم سيدنا الحسين، وهو كان في جيش سيدنا علي. عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير حبسوا في مكة وقال له بايعني بخليفة، وعبد الله بن عباس رفض. فعبد الله بن عباس كان يقول ليزيد أنت أمير المؤمنين، ورفض أن يقول لعبد الله بن الزبير أنت أمير المؤمنين. أخو سيدنا الحسين محمد بن علي بن أبي طالب هو كان يقول ليزيد يا أمير المؤمنين، وعندما جاء عبد الله بن الزبير رفض أن يبايعه. وكذلك علي ابن سيدنا الحسين نفسه اللي هو علي زين العابدين الإمام الرابع عند الشيعة، وحضر معركة كربلاء. نحن بنسأل الشيعة سؤال: لماذا جيش يزيد لم يقتله؟ ولماذا إمامكم لم يقاتل في هذه المعركة؟ ولماذا هو كان صديق يزيد وعاش في المدينة المنورة وكان يقول ليزيد يا أمير المؤمنين؟ وعندما حصل تمرد في المدينة اللي هي معركة الحرة، علي زين العابدين رفض أن ينضم للتمرد وظل يؤيد يزيد. وعندما مات يزيد رفض يبايع عبد الله بن الزبير، وعندما جاء الأمويين بايع عبد الملك بن مروان من جديد. سيدنا يزيد لم يقتل الحسين، دي كذبة قالها مؤرخ الشيعة المتأخرين. كل مؤرخ الشيعة الأوائل حتى 300 هجري يقولون يزيد كريم لم يقتل الحسين، والحسين كان يريد أن يبايعه أميرا للمؤمنين. هذا في كل كتب الشيعة. أما الكذابين على منابر المسلمين اللي بيشتموا سيدنا يزيد، أنا أتحداهم أن يأتوا بكتاب شيعي واحد قبل 300 هجري يقولون أن يزيد أمر بقتل الحسين. طب لماذا مؤرخ الشيعة لم يقولوا هذا؟ لازم نفهم أن المسلمين حتى 300 هجري كانوا مهتمين بمقتل سيدنا عثمان الخليفة الراشد الثالث، وطبعا سيدنا عثمان أهم من الحسين بمليون مرة يعني. وبعد ذلك مقتل طلحة والزبير رضي الله عنهما في معركة الجمل، هؤلاء من أكبر 10 صحابة. فالمسلمين كانوا مشغولين باستشهاد هؤلاء الصحابة الكبار. مقتل الحسين كان قضية يعني ما مهمة في تلك الفترة. يعني سنة كربلاء 61 هجري عند مقتل الحسين رضي الله عنه، في نفس كان في جيش بيفتح الجزائر والمغرب بقيادة عقبة بن نافع، واستشهد قائد الجيش. كان في شهداء هم بيفتحوا جبال الهيمالايا.
في طاجيكستان، في صحابة استشهدوا وهم بيفتحوا في الأناضول في زمن يزيد. ففي تلك الفترة لما تنظر أنت في خلافة يعني من مقتل سيدنا عثمان بن عفان حتى وفاة يزيد بن معاوية، وتعمل كشف بالشخصيات المهمة اللي قتلت، يعني سيدنا عثمان واحد، طلحة، الزبير، علي بن أبي طالب، سفيان بن عوف، ده استشهد في القسطنطينية مع أبو الأنصاري، يعني حنظلة الكاتب الصحابي استشهد في الأناضول في خلافة سيدنا معاوية. لو حبيت تعد شهداء المسلمين من الصحابة اللي هم أعلى مقاما من سيدنا الحسين في خلافة معاوية وخلافة يزيد، هتجد ممكن الحسين يكون رقمه 150 في الشهداء. لماذا تم تضخيم قضية مقتل سيدنا الحسين؟ لإسقاط دول المسلمين. الدولة الأموية قامت على أننا بننتقم على مظلومية مقتل عثمان بن عفان. من قتل سيدنا عثمان بن عفان؟ الذي قتله الشيعة، والشيعة إلى اليوم بيقولوا احنا أهم إنجازاتنا إن احنا قتلنا عمر وقتلنا عثمان بن عفان. فالدولة الأموية هي كان اسمها الدولة العثمانية. وفي القرن الأول الهجري إذا قابلت أي شخص كان في حزبين، حزب عثمان بن عفان رضي الله عنه وحزب علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وده مكتوب في تاريخ في صحيح البخاري وتاريخ الطبري، كل الكتب. يعني اذا قابلت شخص تساله هل انت مع علي ام مع عثمان؟ انت من شيعه علي ولا من شيعه عثمان؟ اذا قلت انا من شيعه عثمان بن عفان فانت تؤيد الامويين، وهؤلاء اللي هيكون اسمهم المسلمين السنه فيما بعد. شيعة سيدنا علي كانوا قسمين وحاربوا بعض وقتلوا بعض، يعني قسم منهم كان ضد قتل سيدنا عثمان واللي هم بيقتلهم سيدنا علي والحسن والحسين، وقسم منهم كان بيقولوا احنا قتلنا عثمان، ملك الاشتر، عبد الله بن سبأ، حرقوس بن زهير وغيره، يعني من قتل الشيعة يعني. وبعد مقتل بقى هم اللي قتلوا سيدنا علي، وموضوع يعني مقتل سيدنا علي حرب اهليه بين الشيعة نفسهم. اللي قتل سيدنا علي واحد من جنوده وهو خاض معهم معركه النهروان، وهم قتلوه فيما بعد وطعنوا ابنه الحسن وقتلوا ابنه الحسين. وهم في كتبهم الشيعة بيقولوا في كتبهم احنا الذين قتلنا الحسين. يزيد ملوش علاقه اصلا. الامر الاخر انه سيدنا الحسين كان في جيش ابي سيدنا علي في معركه الجمل، الجيش المضاد لهم جيش السيده عائشه وفيه طلحه والزبير رضي الله عنهما، وهو من الصحابه العشر المبشرين بالجنه. من الذي قتل هذين الصحابيين؟ جيش سيدنا علي. اين كان سيدنا علي؟ كان يشاهد المشهد امام عينيه. سيدنا الحسين كان فين وقت ما الصحابه كانوا بيقتلوا؟ كان حاضر في معركه الجمل وشاهد المشهد امام عينيه. هل في احد قال انه سيدنا الحسين قتل طلحه والزبير؟ لا، هير قالوا الجيش تمرد على سيدنا علي، ولكن هؤلاء الجنود من احضرهم الى طلحه والزبير؟ سيدنا علي واولاده، فمفروض هو يتحكم في جنوده، هم تمردوا عليه. اذا يزيد بقى اللي هو في مقتل الحسين في كربلاء، جنود يزيد تمردوا عليه وقتلوا الحسين دون معرفته اصلا. هل يزيد شهد قتل الحسين؟ هير يزيد قاعد في الشام بعيد 1000 كيلو متر. لو ضابط شرطه قتل مواطن الان في مثلا ازمير، هل تقدر تقول انه رئيس الدوله هو اللي قتل المواطن؟ هير. يعني انت اصلا كي نفهم يزيد هذا ما كان بيلعب في الشارع مع الناس. يعني يزيد كان بيرأس دولة مساحتها 10 مليون كيلو متر، بيحرك الجيش في كل الاتجاهات. يزيد أرسل جيش لفتح الجزائر والمغرب، جيش لفتح قونيا، جيش لفتح قيصرية، جيش فتح أوزبكستان، طاجيكستان، معركة تسمى خوندا، أفغانستان، الملتان في شمال باكستان، رودس. ادي 8 جيوش حركها يزيد في 3 سنوات. يعني كربلاء كانت جبهة بسيطة بالنسبة ليزيد. يعني هو ولا هو فاضل كربلاء ولا فاضل موضوع كربلاء. يزيد كان هدفه اكبر من موضوع كربلاء والقصص البسيطة دي. يعني انت النهارده تخيل ان تركيا بتحارب مع روسيا وبتحارب مع الصين وبتحارب مع امريكا، هيبقى رئيس الدولة فاضي لمظاهرة في الشارع؟ انا اقول ان قضيتنا كمسلمين هي قضية مقتل عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين، وأن احنا أتباع سيدنا عثمان بن عفان، وهو الذي حفظ لنا القرآن، وهو الذي جهز جيوش الرسول من أمواله الخاصة. وعثمان بن عفان هو الذي كان معه ترخيص التجارة في الحبشة. الناس بتقول أن الرسول قال للصحابة هاجروا للحبشة، وأن النجاشي ملك عادل. من أين عرف الرسول هذا؟ من بني أمية، لأن بني أمية هم اللي كانوا بيتاجروا في الحبشة. عثمان بن عفان، سعيد بن العاص وغير ذلك. فدولة الإسلام أسسها بني أمية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. كبار الصحابة حول الرسول كانوا بني أمية. الرسول أكبر عدد من الولاة كانوا من بني أمية. قادة الجيش عاد أبو بكر وعمر وعثمان من بني أمية. الناس بتحكوا بني أمية دول يعني ناس بتلعب معهم في الشارع. يعني بني أمية ناس كانوا أغنياء، رجال أعمال، كانوا شجعان، كانوا بيصرفوا على الأيتام، الفقراء. كل القبائل العرب تعرفهم قبل الإسلام لأن هم اللي كانوا بيتاجروا. قدموا الشهداء في غزوة بدر. أنت لما تقرأ كشف الصحابة اللي حضروا بدر واستشهدوا يقول لك الصحابي سعيد بن العاص، أكمل اسمه هتجده الأموي. فإن اختيار المسلمين لمعاوية والأمويين كمؤسسين للدولة الأموية لم يأتي من فراغ. كما أن سلاطين بني عثمان رحمهم الله كانوا المسلمون يحبونه بسبب فتوحاتهم وإنجازاتهم، فإنه كذلك المسلمون كانوا يحبون بني أمية جدا كما يحبون بني عثمان بعد ذلك. هذا مذكور في صحيح البخاري ومذكور في كتب الفقه الحنفي وكتب الإمام مالك والإمام الشافعي. أنا لو فيه واحد عنده الشجاعة والجرأة ويعرف اللغة العربية ويطلع قدامي أهلا وسهلا.
أنا أتحدى نظره من كتب 4 أئمة: الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام البخاري. وتعالى نتناظر في يزيد وبني أمية. لكن بقى المؤرخين المرتزقة اللي كانوا في الدولة العباسية ارمي رواياتهم في الزبالة. يعني أنت واحد في تركيا يطلع مؤرخ يقول السلطان سليمان القانوني قتل ابنه. هو كان موجود في القصر مع السلطان سليمان القانوني. يعني إذا أنت بتتهم السلطان سليمان القانوني بأنه قاتل، ده معناها أن شيخ الإسلام قاتل وقتل الجيش والعلماء. إزاي الكلام ده يتقال يعني؟ هو عنده شهود؟ هو حقق في الواقع ولا شافها أصلا؟ ابن خلدون في كتابه مقدمة ابن خلدون يقول لا يخطئ الإمام إلا إذا قادة الدولة خطأوه. هل أنا ينفع النهاردة أقول أردوغان أخطأ في القرار الفلاني؟ هل اطلعت على تقرير المخابرات، تقارير الجيش، السفارات؟ فإذا الطعن في رئيس الدولة هو طعن في علماء المسلمين الموجودين في تلك الفترة، وقادة الجيش وقادة المخابرات. فإحنا ضد التطاول على رموزنا كمسلمين. يعني أنت لو فحد شتم السلطان محمد الفاتح تقبل هذا؟ لا نقبل هذا. لا نقبل أحد يسيء لسيدنا يزيد بن معاوية رضي الله عنه.